اهلا بيكم في حلقة جديدة من الشيف محب ابراهيم. دلوقتي الناس كلها بتفكر احنا هنعمل ايه. هنعمل اكلة الشعب المصري كله بيموت فيها. هنعمل كيكة بالشوكولاتة. ومعانا طبعا ضيفة النهاردة هي اللي هتشرح لنا ازاي نعمل كيكة. دلوقتي بقى كل البنات طبعا اللي لسه شابة وبتتعلم في المطبخ احنا هنعلمها كل حاجة. اتفضلي معانا بقى ستينا، نرحب بيها وهي اللي هتوصف لنا هنعمل ايه. اول حاجه يا ستينا هنعمل ايه الاول؟ سمنه. السمنه موجود بتاع دي لو وقعت ما حدش. سمنه. والسمنه يا جماعه اسمها بالانجليزي جنه. جنه معانا ماشي. وايه تاني؟ وسكر اهو. ده امي بتعمل شاي بيه لابويا. ده السكر. وايه تاني؟ بيض. غلط. استني الاول هنجيب دوت. حلو ده. عايزه بلاستيك. ده حلو. دلوقتي هنعمل قد ايه سمنه يا جماعه؟ سمنه هنحط كام معلقه سمنه؟ معلقه ونص. علي صوتك عشان الجمهور. التي ام مش معانا. ولع يا ابني اللوند يا ابني. ولع خليها تشتغل. معلقه. المعلقه دي حلوه كويسه. نحط معلقه مليانه ولا مش مليانه؟ مليانه. اوكي. كده اهي. حلوه دي. معلقه تاني. معلقه ونص صح؟ احنا نخليهم معلقتين. ليه بقى؟ لان احنا كرمه. احنا شعب اصلا بيحب الكرمه. ما نخليها ما تطلعي بقى ما تبقيش رخمه بقى. بس كده حلو. اقلل كده اهو يا جماعه. بصوا ركزوا يا ماما. سوا يا دي ام. يا لهوي على الاخراج. ماشي. حلوه السمنه ديت. بصوا قد ايه؟ معلقه ونص. ماشي. معلقه ونص سمنه اهي. وايه تاني؟ وسكر. نفتح بقى السكر. نحط قد ايه سكر؟ هي قالت لي كم معلقه سكر. انا عايزه مسكر. كوبايه مش معلقه. انا طول عمري متعود السكر نحط له معلقه. حلوه الكوبايه دي ولا نجيب بقى اصغر شويه؟ كده حلو. ماشي. عايزه كم معلقه سكر؟ كوبايه سكر. حلوه كده. حطها. وايه تاني؟ كوبايه تاني ولا كوبايه؟ بنضربهم. قولي بنضرب. نحط سكر تاني يا ابني كفايه. حلو السكر والله. نغطي الحاجه عشان امي ما تنفخناش. الكوبايه دي نرجعها مكانها سكر. امي تعمل شاي بيها لابويا. نرجع دي مكانها عشان ناخد راحتنا. نضرب بالمعلقه. مش بالمعلقه امال بايه؟ يا بنت اللعيبه حافظه المطبخ اكتر مني. هنضرب ازاي؟ لا اضربي ولا انا هضرب؟ لا دينا انا الشيف. وريني. ما نضرب بالمعلقه والله. دي التانية. اوعى البطيخه تقع. ودي بتتضرب؟ ما بتتضربش. المفروض اصلا خلاط؟ لا معيش خلاط. مش راضيه تتضرب. مش عارف. هي قالت لي اضربهم شويه. يعني اضربهم شويه. بعد كده هنحط بيض. نحط بيض اهو. صور يا ابني اهو. احنا كده يعني هي مش راضيه تدوب. والله طول عمري لما بعمل بيض بتدوب. المهم احنا قلبناهم. يعني انا مش عارف طريقتك يا بنت. انت اللي عارفه طريقه الكيك. الله يخرب بيك. حط 3 بيضات وخلص. 3 بيضات. استني. سمنه مع سكر ونضربهم كويس. ضربناهم. 5 بيضات مع فانيليا. 5 بيضات كتير. هم 3 بيضات هم. يلا. ده انا عجنت البيض. ماشي. بيضه. يا سلام. اهو. عايزين نكركب وبعدين نضربهم. يا ابني استنى. مش هتحط الفانيليا؟ انهي واحده بقى الفانيليا؟ الصغيره. افتح الصغننه. احلى حاجه في الدنيا الكيكه. كنت عايز بسبوسه والله. بس يلا الظروف. حطيتيها كويس. وانا اكون فيها شويه. ده الواد سايكو دفع دم قلبه. وقلبي بقى. اضربي. ايوه انت الشيف. انا الشيف. انا اللي بضرب. بصوا يا جماعه. هي بقى السمنه هتدوب بقى مع البيض اهو. ده بقى ده مقرف. بصوا يا جماعه. نضرب كويس بقى لحد ما يدوب بقى كله في بعضه. بصوا. شايفين. يلا اتعلموا يا ستات مصر. اتعلموا من الشيف محب ابراهيم.
بيقدم لكم كل جديد وجديد والله. طبعا الفيديو الاندومي نجح طبعا. احنا هنقعد بقى ايه، نقعد نضرب كده كتير قوي في الخلاط. نقعد نضرب، هنضرب مش معانا خلاط، احنا بنقعد بس يعني يلعبوا بقى، فاهمين؟ طبعا بعد نجاح الاندومي العريق اللي انا عملته وحصص يعني عمل ايرادات جامده جدا في اسوان. ما يعني اضرب انت شويه بقى وانا اتكلم. طبعا بعد نجاح الفيديو يعني عايزكم كلكم تخشوا تشوفوه. بعد نجاح الفيديو في اسوان حققنا ايرادات عاليه والشتايم الكومنتات يعني بصراحه كبير وصغير كان معجب بالاندومي. دلوقتي احنا هنعمل لكم الكيكه. ركزوا مع الكيكه، كله يركز مع الكيكه. بعد ما نضرب بالخلاط كتاب ابله فضيله بيقول لك بعد ما نضرب بالخلاط ونحط 5 بيضات، احنا حطينا 3 بس، حلو قوي، نضرب كويس جدا. كتاب ابله فضيله بيقول لك كده. بعد كده دقيق، كوبايتين دقيق مع فانيليا. فين الدقيق؟ اهو. الدقيق بكام ده؟ بكام ده يا ابني عشان تاخد حقك؟ بجنيه؟ بجنيه يا ولاد البخيله. جايبين لنا دي بجنيه. فاكرين ان احنا ايه؟ هي قالت لي ايه؟ كام كوبايه؟ كام كوبايه؟ كوبايتين بس، كوبايتين بقى، ما تزوديش. احنا فورة يا كلب. كوبايتين؟ ما نحط كوبايه، هي كوبايه حلوه والله. دي على وصفات الكيكه مش على مواصفات. ماشي. بقى ضربتي كويس؟ طب نضرب اخر ضربه عشان هم شكلهم المفروض يتعجنوا كلهم جامد قوي. ماشي. ده كيك بعد كده هحط الدقيق، حط الدقيق واحنا بنقلب نحط الدقيق. شايفين يا لهوي، ولا اجدع خلاط ولا اجدع سفراجي والله. يعني لو حد عنده اي حط الكوبايه التانيه. شايفين يا جدعان؟ شايفين؟ يلا حطي الكوبايه التانيه. ايوه حطي. يا سلام يا سلام، الكيكه ما بقتش كيكه يا حلولي. قولي. واهو اهو عجينه بقى. ما هي هتبقى عجينه بقى. بعد كده ايه؟ عايزين لبن. لبن ايه يا ابني؟ بيكنج باودر. حط الميكنج باودر ده، احنا دافعين فيه دم قلبنا الميكنج باودر ده. يا نهار اسود، الله يخرب. مش شايفين الميكنج باودر يا جدعان؟ لو ما حدش بيجيب بيكنج باودر يجيبه في السوبر ماركت، مش عارف بكام يعني. 2 جنيه باين يلا، بجنيه بنص. يا انتوا اغنياء قوي. 75. احنا بهدلنا الدنيا. واهو نقعد بقى ايه، نعصر بقى. ده تقيل اوي. بصحيح برافو للامهات. انت بتعطسي عندنا، بتعطسي. الله يخرب بيتك الاكل. وعملنا اهو عجينه اهي. محتاجين لبن يا جماعه، محتاجين لبن يا بنت. هجيبه منين؟ اللبن نسينا نجيب اللبن يا ريس. يعني ايه نسيتوا تجيبوا اللبن؟ انا هتصرف، محدش يوجع دماغي، انا هتصرف. طبعا لو ما لقيتوش لبن يا جماعه، لو ما لقيتوش ايه ده؟ الميه قطعت ولا ايه؟ باين عندك ايه يا مخرج؟ لبن يا ريس. لبن يا ريس. لا بص حطوا بقى اللبن. شايفين؟ هنحط اللبن كده. بعد كده ما تقوليش شعر هنا. بعد كده ايه، نقعد بقى نعجن. هو غلط نحط ميه على اللبن يا جدعان ولا ايه؟ لا مش غلط يا باشا، صح كده؟ انت الشيف وانت اللي تقرر. يا ابني بقول لك انا عملت احسن من كده اكلات، يعني والله عملت اكلات كتير. شايفين يا جدعان؟ والله طلع منظر حلو وشيك. والله منظر يعني بسم الله ما شاء الله. اهو والله كيك، والله ينفع نعمل منها بسكوت. ضحى كانت بتحط البسكوت عليها. كان ينفع. طب ما نجيب بسكوت، ما فينا. ما عندنا فوق بسكوت. عندكم فوق بسكوت؟ اوه ماي جاد. بس احنا دلوقتي في الحلقه، يلا هنخش في الحلقه. يعني هنجيب بسكوت. نجيب والله مش عارف، ممكن نجيب بسكوت ولا ما نجيبوش. بس اللي بيحب الكيكه بالبسكوت طبعا هيحط بسكوت، اللي ما بيحبهاش بالبسكوت مش هيحط بسكوت. المهم هنقعد نقلب كويس 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 كويس. بعد كده نجيب الصينيه. فين بقى الصينيه؟ نغسلها الاول. نغسلها. ايوه تشطفها. هي الميه دي ببلاش؟ ابويا بيتعب في الميه دي. بعدين نستشطف ايدي الاول علشان نعرف نشطفها. اهو. امي معاها بتاع ده بتغسل بيه اي حاجه والله. احنا مش فاضيين طبعا دلوقتي عشان احنا في الحلقه. فين الدقيق؟ هي مش دي الاول، السمنه الاول. السمنه. يعني بصوا يا جدعان، بعد ما خلصنا ديت وقلبناها كويس وحطينا الدقيق وحطينا كل حاجه بقى، هنجيب السمنه. هنسيب ده هنا الاول. ماشي هنسيبها هنا. وبعد كده نحط ايه؟ سمنه. هو لازم تتسيح. لازم تتسيح؟ يعني نفتح النار بقى وكده.
ياه دي فيها تعب قلب. بس ماشي. يعني الكيكه بتخلص ما دفعناش فاتورة الغاز. احنا هنموت يا رجاله. المهم دلوقتي مفيش حاجه نسخن عليها. اضحي اضحي. يا ابني دي بتتسخن بالبتاع كلها، بالبتاع ايه؟ بالعلبه كلها. ده غلط، ده غلط. لا هو انت فاكراها حمير؟ لا ماما كانت بتعمل كده، ماما ده- كانت بتحط العلبه كلها على النار. والله بقول لك ايه، اضحي. دي بتاعت الشيف، قلعت الشيفه بتاعتي. حلوه دي كده. احط تاني؟ انت كده هتعمل بصل يا حبيبي. بصل احط تاني يعني ولا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا ابني في ايه؟ احط تاني؟ ايوه دول بس. كده حلو. عندكم البتاع اللي بتدهن؟ اللي بتدهن؟ ايه البتاع اللي بتدهن دي؟ ما اتفقناش على بتاع بتدهن. وريني. دوري عليها انت. المهم يا جدعان بعد ما نعمل ايه ده كله بقى، سيبكم من البت المتخلفه اللي شغاله معايا دي. هنفتح النار. هات ما البتاع دي. عندكوش؟ ما عندنا، احنا ما بنجيبش الحاجات دي. بعد كده ايه ده؟ احنا عندنا فوق. ولع بسم الله ما شاء الله. وبنسيح. شايفين الزبده دي؟ الزبده دي جنه 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 جنه. طبعا ناس كتير قوي بتسالني هي مبقلله ليه. احب اقول له اني ما نحطش ميه على السمنه عشان ما تبص. شايفين بتدوب بقى، بتدوب دي السمنه دي. لو عايزين تعملوا بيض يا سلام يا سلام يا ابني. خلاص يا حبيبي خلاص. الناس فاهمه ايه اللي بيحصل وهنتلسع ولا ايه؟ جنة 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 ان انت تدهن بايدك. اوعى يا ابني البتاع يجي في البتاع تتعمي. انت بتعمل ايه؟ انت عجبتك؟ قلت لك تسخن في دي. عجباك ها؟ عجباك اوي يا دي انت كده يا حبيبي ممكن تعمل مكرونه بشاميل لو تحب. ايه ده؟ ممكن اعمل مكرونه بشاميل. وطبعا ادينا ايه؟ اسخن في دي. يا نهار اسود. خلاص بقى عايزين بقى ايه؟ الفوطه القذره. خلاص يا حاج، خلاص يابا، خلاص عرفنا شكلها. عايز اتكلم مع جمهوري بيحبيني حب في الكومنتات. يا نهار اسود. ايه ده يا جدعان ده؟ طبعا بعد ما عملنا السمنه كنا بندهنها ازاي؟ بتدهن ازاي؟ بتدهن ازاي؟ المفروض تدهن بالدهان وانتوا ما عندكوش. المفروض تدهن بايه يا حبيبتي؟ بتاع كده. انا مساعد الشيف، ممكن اجي اساعد؟ يا باشا هنعمل ايه حضرتك؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ حط السمنه. لا سخنه. امال انت عاوزها لما تسقع وبعد كده تيجي تسخنها تاني؟ ما سخنه عايزه تتلسع. الفوطه الكذره، الفوطه الكذره الكذره بتاعت كل مره. لا بلاش انا اعرف. يخرب بيت. وطبعا هنعمل ايه؟ هنمسك دي كده. ماشي كده. موبايلي قد يرن. ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو. ايوه ازيك يا عمتي؟ احنا في البيت عندي بنعمل طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة. لو حضرتك متابعانا هتعرفي الطريقة، لو حضرتك مش متابعانا اكيد مش هتعرفي الطريقة. احنا في البيت عندنا المطبخ بتاعي جبار. يلا. اهو احنا بنعك الحمد لله. ويعني وصلنا لدرجة من العك رهيبة الناس كلها بتشتمنا. الحمد لله الحمد لله. يعني اديني نص ساعة واجيب لك القردة اللي عمالة تعلمني الوصفة دي بنعملها غلط. اديني نص ساعة. طب قشطة جدا. الحلقة الجاية ان شاء الله عمل البفتيك يا عمتي. اوعي تنسي. يلا سلام بقى عشان نكمل الحلقة. طبعا الجمهور العزيز اللي كل شويه يتصل بيا كل 5 دقايق ما يعرفش يعيش من غير الفوطه دي قاسيه. بسم الله. يا سلام. ايه ده؟ ايه؟ في حاجه وقعت في الحله. لا مش واكل. انت بتعمل ايه؟ بتصور حاجه وقعت في الحله؟ يا معفن عمال قدام الناس ان احنا معفنين. لا احنا معفنين عمال قدام الناس. والله سخن. ما تردش عليا مكالمة تخش اللوكيشن. معلش. واهي السمنة اهي. بس انت بتعمل ايه؟ حلوة دي.
ونعملها بقى ايه، امك قالت لي نعمل كده. امك لا في الدقيق. في الدقيق بنقعد نعمل كده. طيب ماشي وبعدين انت بتكلم عمتك وبعد كده جاي تقول عمتي هي اللي قالت لي كده. يا لهوي يا ستي الفريق، الناس اللي بتتفرج عليا بصوا، شايفين أوه. يا سلام، بصوا بخلي كل ام تتعلم السواقه. كل ام والمصحف لتتعلم هذه السواقه الجباره. وشايفين الدقيق بينزل، شايف يا ابني، شايف؟ فين الدقيق؟ الدقيقه نحط كام دقيقه هنا؟ ايه القرف ده؟ حبة حبه صغننين يعني، احط بايدي عادي كده. شايفين تعملوا كده، والدقيق هيسيح مع السمنه، والسمنه هتجري في السكر. ايه ده شويه صغننين قوي. ايوه عشان انت مزود السمنه. وشويه والسمنه هيطير على العسل، والعسل هيجري على وشك، هيجري على وشك. اهو. احنا عكينا قوي. احنا عكينا؟ ما تقوليش عكينا دي قدام الكاميرا. ها شايفين؟ عمل الكيكه بالشوكولاته. ها ما تنسوش ان انا قلت بالشوكولاته. مفيش شوكولاته يا باشا. ما تسيحش للكاميرا يا حبيبي، ما تسيحش يا حبيبي. المفروض اقول من ورا الكاميرا. نحط تاني؟ لا شوكولاته يا باشا. كفايه كده يعني؟ حلوه طارت كده. بعد كده هنعمل ايه؟ طب نقلبها شويه عشان انا مش حاسس بيها خالص. لا هي كده بتبقى حلوه عشان كيكه تعرف. كده اهي. قلب دي شويه، استنى. نقلب دي شويه. اهو المصريين اهو. معلقه اهي. هاتي معلقه جديده خالص. ما تفضحناش، هاتي شوكه. المهم اهي معلقه اهي معلقه. ايوه مش المعلقه اصلا. ايه دي حلوه. دي ينفع نعمل بيها؟ اللي انت شايفاه صح اعملي. هننزلهم ولا نقلبهم شويه؟ دي ننزل يا بنت انت يخرب بيتك بقى. اهو انا انزلهم لك بالبتاع اللي انا ماسكها دي. ايه ده بس دول شويه صغننين قوي يعني. ايوه عشان انت ما زودتش حاجه اصلا. ايه ده يعني بعد كده هيتنفشوا؟ هما بيعملوا كده وبعد كده لما بتخش الفرن بيتنفشوا اول ما. بيتغيروا. طبعا يا جماعه هي صغننه بس عايز اقول لكم لما تدخل الفرن احنا حاطين بقى ايه. محمد مكي احمد حلمي قال حط بيضتين، والتانية قالت هنحط بيضة، احنا نحط 3 بيضات. 3 طبعا. خلصنا ماشي. تفتح الفرن بيتلحس ده. ولع الفرن ايه؟ طب استني بس الحاجات دي اللي في الفرن. نديبها بس. هنحطها قد ايه بقى في الفرن بقى؟ حلوة الكيكة؟ حلوة كده؟ 10 دقايق. 10 دقايق. امك قالت لي نص ساعة. ها بتضحكي عليا. شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ ها شيف ولا مش شيف؟ انت اللي بتشتم في الكومنت. اقتنعت؟ شايفين الزيت؟ شايفين؟ ها دي موهبة يا جدعان. طلعي البطاطس طلعي. كان بيحمر بطاطس يا جماعة. انا بتعرفوا ان احنا موهوبين. عمل البطاطس عايزين ناكل بعد ما. طبعا يا جماعة محدش ياكل البتاعة دي بعد ما تتعمل خالص. هاتيها. ولع الفرن. ولع الفرن؟ ده بيولع ازاي؟ مش هنعرف. ولا انا. طبعا ايه، نطلع فاصل نولع الفرن ونرجع تاني. واحنا صغيرين كنا فاكرين ان المطبخ مجرد لعب، بس لما كبرنا عرفنا انه مسؤولية. النهارده عاملة عزومة وكله تحت السيطرة، لان عندي جنة بترميلتها المظبوطة وريحة الزبدة الصفرا اللي ملهاش زي. عارفة مين نفسه في الرقاق ومحضرهوله، وعارفة هفاجئهم بايه؟ مكرونة بشاميل. حلوة وخفيفة، والحلو بسبوسة في طعم وريحة الزبدة الصفرا. مين يقدر على جنة؟ طول ما في جنة المطبخ لعبتي. ورجعنا تاني مع الشيف محب ابراهيم. وهنحط بقى الكيكة من تحت ولا من فوق؟ من فوق. من فوق. نحطها من فوق كده. يا شيف نعم. هعملها بالصراصير نحطها ونقفل عليها ونستنى بعض الدقائق. مثلا نستنى قد ايه؟ استنى نشوف كتاب ابو الفضيله بيقول لي دهان الحله ونحط في الدقيقه دي. عملناها. بعد كده نولع النار عليها في الاول لحد ما تنفش كده لمده 5 دقايق. بعد كده نضعها في النار ونسيبها من نص ساعه ولحد ما نشوفها تبقى 15 دقيقة. يعني ايه هنتابعها ان شاء الله هنطلع فاصل وبعد كده. شمين يا جماعة، شمين الريحة، شم الريحة. الله. تعالي نطلعها.
هي ما اتحرقتش. هي ما اتحرقتش. دي كيكه. انا عملت كيكه بسم الله ما شاء الله. سخنه سخنه. الله. ده السكر باين فيها. السكر ايه؟ باين فيها. السكر باين فيها دي. على فكرة بس يا الكيكة جماعه بس ما هتتحرق. تصورش بعد مره. يا ابني انت الكيكة هتتحرك من مكانها. والله حلوه. شايفين يا سلام عملنا كده. ما تقطعهاش دلوقتي. امي كانت دايما تقول لما تسخن لازم الفريق يدوق منها. لما تسخن كل واحد يدوق من الفريق. نعمل ايه؟ بنقطعها كده. بصوا يا جماعه بصوا بقى بتقطع ازاي. بصوا ايه ده؟ انا حاسس ان انا مش بقطع كيكه. ايه ده؟ امي صح قالت لي لما تهدى شويه اقطعها. هي اتحرقت. هو غلط مننا. مش عارف غلط انها تتحرق ولا مش غلط. بس والله حلو. نقول برضو للناس انت بوظتي. نقول برضو للناس المكونات تاني. هنحط استنى نجيب كتاب ابله فضيله. معلقتين سمنه مع السكر كوب ونص مع 5 بيضات. حطوا 3 زينا طبعا. لازم تتعلموا مني كل حاجه. تحطوا 3 بيضات مع فانيليا ونضربهم بقى كويس في المضرب. نقعد نضرب. بعد كده كوبايتين دقيق مع بيكنج باودر. بعد كده كوب لبن. احنا ما حطيناش لبن بس حطوا لبن. بعد كده مع الكيك مع كاكاو ونقعد بقى نضرب. بعد كده نلحس السمنه زي اللي احنا عملناها في الصينيه ديت ونحطها في الفرن بقى لحد ما تستوي. ايه رايكم؟ ويا جماله يا حركاته يا تكاته. ولا تقول لي بقى الشيف محمود حسن ولا الشيف عمرو جمال. ايه ده؟ حلوه الكيكه دي؟ والله شاكك. والله عامله زي البسبوسه عشان تعرفوا ان انا عامل ايديا حلوه. خلاص يا حبيبي خلاص يا ماما خلاص يا باشا. والله حلو والله بسبوسه. والله هتاكلوا منها وتنبسطوا جدا. وطبعا شامين الريحه طبعا والحاجات الجميله اللي انتوا عملتوها ديت. واحنا اهو وصفنا لكم الكيكه. والحلقه الجايه ان شاء الله لو لينا عمر بعد ما ناكل البتاعه ديت ان شاء الله هنعمل حاجه جديده بقى تاني. وهنقدمها لكم برضو الشيف محب ابراهيم. نسيت اقول لكم. اطلع يا ابني بالكاميرا. نسيت اقول لكم انا بحب اشكر قوي الواد اللي راح دليفري ابانوب مجدي. راح دليفري لحد السوبر ماركت وجاب الحاجات وكده. بحب اشكر بتاع السوبر ماركت اللي جاب لنا الحاجات. وبحب اشكر الراجل التاجر اللي راح السوبر ماركت اشتغل منه الحاجات دي عشان احنا نعملها. احنا مش هنخلص كده يا استاذ محب. انا اسف يا باشا. بحب اشكر بس الناس دي كلها. اشكر سايكو اللي جاب لنا الفلوس. واشكر ابوه اللي هو اداله الفلوس. واشكر الراجل ابوه ما ادالوش حاجه. ما علينا. ونشوفكم في حلقة جديدة من الشيف محب ابراهيم.